مصر اطلقت نموذج ذكاء اصطناعي اسمه الكرنك، بيقول ان هو بيفهم عربي والعاميه المصريه كويس قوي، وكمان تقدر ان انت تنزله وتبني عليه التطبيقات بتاعتك، يعني اوبن سورس. بس استنى، هل ده فعلا نموذج مصري ولا مجرد نسخه متعدله من نموذج؟ والاهم من ده ان احنا لو حطيناه قدام العملاق شات جي بي تي في اختبار مصري بجد، مين فيهم اللي هيكسب؟ النتيجه في بعض الاختبارات كانت مفاجاه، وفي اختبارات تانية حصلت حاجه ما كنتش متوقعها خالص. كوبايه القهوه بتاعتك يا هندسه، ويلا بينا نبدا نجرب كارنا. انا مش هكرر البيان الرسمي ولا هقول ان النموذج ده عظيم مجرد بس ان هو مصري، ولا وحش لمجرد ان هو مبني على نموذج تاني مفتوح المصدر. هنتعامل معاه كاي منتج تقني عادي خالص، هنفهم هو اتعمل ازاي، وبعد كده هنختبره فعلا في العاميه المصريه ونشوف قدراته، وبرضه هنختبره في البرمجه وفي الاخطاء وفي المنطق، واخطر حاجه الهلوسه. في الاخر هديه درجه واضحه جدا، وهقول لك هل ينفع ان انت تعتمد عليه او ينفع ان انت تبني عليه المشروع بتاعك ولا لا، واتمنى ان هو ما يبقاش لا. وزاره الاتصالات نزل البوست ده من 3 ايام بس، وفي البوست ده كانوا بيعلنوا عن اول نموذج ذكاء اصطناعي مصري وهو الكارنا. مش بس كده، دول كمان عملوا له ابلكيشن تقدر ان انت تخش تنزله او تقدر ان انت تجربه عن طريق الويب سايت، وبرضه حاطين لينك هاجينج فيس اللي عليه الاوزان بتاعه الموديل ده. وكل ده معمول من مركز الابتكار التطبيقي. ايه مركز الابتكار التطبيقي؟ انا ما اعرفش عنه اي معلومات الصراحه، بس يعني المفروض هو اللي منتج الكارنا. طيب الفكره المعلنه من وزاره الاتصالات ان احنا يبقى عندنا نموذج قادر ان هو يفهم العاميه المصريه، ويقدر ان هو يراعي السياق العربي والمصري، في نفس الوقت التطبيقات المبنيه عليه يقدر انها تشتغل داخل مراكز البيانات المصريه. وده مهم في حاجات زي خصوصيه البيانات، طبعا الجهات الحكوميه والبنوك والشركات الخاصه واي جهه عندها بيانات حساسه. لكن هنا لازم نفرق ما بين حاجتين: كارنك موديل غير كارنك شات. كارنك هو النموذج اللغوي نفسه، اما كارنك شات هو تطبيق المحادثه اللي مبني على النموذج ده. زي بالظبط الفرق ما بين موديل جي بي تي والفرق ما بين تطبيق شات جي بي تي، ودي نقطه ناس كتيره بتخلط ما بينها، ده حاجه وده حاجه ثانيه خالص. طيب هل الكارنك مصري فعلا؟ تعال نخش على هاجينج فيس كده ونشوف الكارت بتاع الموديل ده مكتوب فيه ايه. للاسف ان الكارنك مبني على نموذج تاني وهو نموذج كوين. خلي بالك من حاجه، اولا دي مش شرط تبقى حاجه وحشه، ثانيا ده مش معناه ان الفريق اللي اشتغل على نموذج الكارنك ده هو مجرد غير اسمه وبدا ان هو ينشره، لا ده خلي بالك ان هم عملوا توسيع للمعماريه اصلا بتاعه الموديل، لحد لما حجم المعماريه طلع من 30 مليار ل 40 مليار. وعايز اقول لك ان ال 10 مليار دي كلها داتا مصريه، وبعدها بري تريننج ثم سوبرفايزد فاين تيوننج، وبالاضافه كمان لتوكنايزر متحسن عشان العربي. بمعنى ابسط هم خدوا العقل بتاع موديل كوين وكملوا تدريب عليه وعدلوا كمان في البنيه بتاعته وطريقه تعامله مع اللغه العربيه عشان يطلع نموذج متخصص اكتر. خلي بالك ان ده طبيعي جدا في عالم الاي اي، فمش معنى ان هو مبني على نموذج تاني معنى ان هو يبقى وحش وان احنا نهاجمه، لا. معظم الشركات الكبيره بتعمل كده. انا عن نفسي في المشاريع بتاعتي انا بعمل كده، انا بعمل فاين تيوننج للموديلز اصلا الاوبن سورس. بس خلي بالك من حاجه، انا الموديلز اللي انا بدربها مش بالحجم اللي هم دربوا بيه، هم مدربين موديل حجمه 30 مليار بارامتر. ده محتاج بيانات رهيبه ومحتاج خوادم وتكلفه برضو رهيبه جدا. انا عن نفسي ما اقدرش ان انا اتحملها، بس كدوله تقدر ان هي تتحملها. خلي بالك ان في كتير قوي من النماذج المتخصصه عالميا بدات في الاول ببيز موديل، فنقدر ان احنا نقول على الموديل ده هو نموذج طوره فريق مصري بيعتمد على نموذج تاني مفتوح المصدر. يعني هو مش نموذج مصري من الصفر، بس في نفس الوقت هو مش النموذج الاساسي، ده نموذج مختلف عنه. طيب وقت الاختبار يا هندسه جه، وده اكتر حاجه انا متحمس ليها. فاحنا هنستخدم شات جي بي تي. طيب هنختبر نموذج كارنك قدام شات جي بي تي زي ما قلت لك. هسال الكارنك وشات جي بي تي نفس الاسئله وهنشوف مين فيهم اللي اجاباتهم هتبقى احسن. والتقييم هيكون على 5 حاجات: فهم المصري وطبيعه الاسلوب، الثقافه والمعلومات، والبرمجه والمنطق، ومقاومه الهلوسه. وطبعا دي تجربه عمليه دلوقتي، ده مش بنش مارك علمي، لا احنا هنجرب دلوقتي. طيب اول حاجه بس انا هسجل في كارنك، بس خلي بالك ان كارنك دي نسخه تجريبيه يا شباب، فبرضه يعني نديهم عذرهم. طيب سجلنا في كارنك تمام. اليو اي شكله حلو على فكره، شكله لذيذ يعني، شكله مش وحش. بس بص هو مدينا شويه سجيشنز كده ان احنا نساله، فبيقول لك كلمني اكتر عن سور الازيكيه، تعرف ايه عن طه حسين، تعرف ايه عن الجامعات المصريه. فيعني ده كلام لذيذ. طيب هنا زي ما انتم شايفين هم جايب لك الموديل اللي هو كارنك شات. فتعالوا نبدا ان احنا نسال اول سؤال الاثنين موديلز ونشوف مين هيجاوب اجابه احسن. طيب اول سؤال عندنا، اولا في حاجه هنا الكلام ما اتلخبطش. يعني قال لك اشرح لي عن ايه اي بي اي كاننا قاعدين على القهوه بالمصري الطبيعي ومن غير فصحى او مصطلحات معقده. طبعا في شات جي بي تي الدنيا بتتلخبط لما بتكتب كلمه انجلش. اول حاجه للكارنك بوينت، ياخد بوينت عليها دي عشان انا بتضايق جدا من الموضوع ده في شات جي بي تي. طيب تعالوا نبعت المسج هنا ونبعت المسج هنا. عجبك الفيديو لحد دلوقتي؟ اوعى تنسى ان انت تعمل لايك للفيديو ده عشان ده بيساعد جدا في نشر الفيديو. هو شات جي بي تي ابتدى الاول، المسج بتاعته اطول، بس الكارنك ابتدى متاخر وخلص الاول. تعالوا نشوف اجابه الكارنك. تخيل انك انت بتطلب قهوه من المخبز، انت مش لازم تدخل المطبخ وتعرف كل خطوه، انت بس بتقول للنادل اللي هو
عامل القهوة والنادل بياخد الطلب ويروح للمطبخ ويرجّع لك القهوة. الAPI هو كده تمامًا، بس بين البرامج هو مجموعة من القواعد اللي بتسمح لبرنامجين يتكلموا مع بعض. يعني لو عندك تطبيق عايز يقرأ البيانات من موقع تاني ما بيحتاجش يعرف ازاي الموقع ده بيخزن البيانات او ازاي السيرفر ده شغال، هو ببساطة بيديك واجهة API بتقول له انا عايز بيانات كذا هاتها لي. فكرة الAPI بتخلي المطورين ما يمشوش في تفاصيل كل حاجة، بيركزوا على المهمة، بيركزوا بس على اللي يهمهم، والبرامج التانية هي اللي بتعمل الخلفية. زي انك انت بتطلب قهوة من النادل، البرنامج بيطلب خدمة من الAPI والAPI هو اللي بيرد عليه بالنتيجة. بصوا، إجابة حلوة، إجابة حلوة جدا، لذيذة بالنسبة لي، يعني ما عنديش فيها أي مشكلة. بس في مشكلة في إن في شوية كلمات هو بيغلط فيها، بس ده مش مشكلة يعني عادي، كلمات بسيطة. طيب تعالوا نشوف شات جي بي تي. قال لك بص يا سيدي، تخيل إنك قاعد في قهوة. طيب هو جاب نفس المثال تقريبا بالظبط. قاعد في قهوة وعايز تطلب شاي من جوه الكافيه. انت مش هتدخل المطبخ تقول للراجل حط ميه وحط شاي ولع نار، لا هتنادي على الجرسون وتقول له واحد شاي يا معلم. حاسس يا معلم دي احنا ما بنقولهاش يعني، وحاسس ان القهوه ما بيبقاش فيها جرسون. يعني هو هنا يعني عامل القهوه او النادل دي، يعني هما الاثنين برضو ماشي مش كويسين قوي. قال لك الجرسون هنا هو الAPI، يعني ببساطه هو الوسيط اللي بيخلي البرنامج يكلم برنامج تاني ويطلب منه حاجه. مثلا عندك تطبيق طقس على الموبايل، التطبيق نفسه مش عارف الجو عامل ايه في القاهره، فبيروح يقول لخدمه الطقس هات لي درجه حراره في القاهره. طيب انا حاسس ان هو هنا بدأ يعقد شويه الامثله، حاسس ان هو بدأ ان هو يقول لك طلب اللي انت بتطلبه API جرسون، وبيرجع الAPI ده هو اللي بيرجع لك النتيجه، وبرنامج يكلم المطبخ على طول. حاسس ان ده كان اسهل شويه. مثال كمان بتاع الدفع، عشان يقول لما تفتح تطبيق توصيل وتطلب اوردر، التطبيق ممكن يستخدم API عشان الدفع. يا خدمة الدفع حاول تخصم 200 جنيه من الكارت ده، خدمة دفع ترد. التطبيق بعدها يقول الدفع تم بنجاح. فلو عايز تفتكرها في جملة واحدة، الجرسون اللي بينقل الطلبات بين البرنامج والبرنامج هو الAPI. ومش لازم تعرف الجرسون بيطبخ ازاي، انت بس عارف تطلب منه ايه وازاي وهو يتصرف في الباقي. يعني مش عارف، يعني هسيبكم انتوا تقيموا مين احسن، بس انا بالنسبة لي حاسس ان كارنك لخص لي الموضوع احسن. حاسس ان شات جي بي تي قعد يرغي. حاسس ان كارنك، لا كارنك هو ادالي تقريبا نفس الكلام يعني، بس هو اداني ملخص خلاص وشكرا الموضوع خلص. طيب تعالوا نصعبها شويه. اشرح معنى المثل جت الحزينه تفرح ما لقيتلهاش مطرح، وبعدها اديني موقف مصري طبيعي يتقال فيه المثل ده. نشوف شات جي بي تي هيقول ايه ونشوف الكرنك هيقول ايه. طبعا الكرنك خلص اسرع، دي حاجه حلوه، مع ان هو بيبدا بعد، يعني هو بيخلص اسرع بس هو بيبدا بعد اصلا. طيب تعال نشوف اجابه الكرنك الاول. قال لك المثل الشعبي المصري، كويس هو عارف ان ده مثل شعبي، جت الحزينه تفرح ما لقيتلهاش مطرح، بيعبر عن فكره ان الفرح او البهجه لا يمكن ان يستمر في ظل الظروف الصعبه. حاسس ان الكلام ده غلط مش صح يعني. في مصر بنستخدم هذا المثل غالبا لنفهم مشاعر الناس في الاوقات الصعبه، ونؤكد على اهميه التكاتف والدعم النفسي بين الاهل والاصدقاء. لا امتلك معرفه كافيه للاجابه على هذا السؤال، ويمكنني مساعدتك في بديل امن ومناسب. يعني اخر سطر ده ما كانش ليه لازمه، بس ماشي. قال لك المثال ده بيتقال لما واحد يكون مستني حاجه تفرحه او يحل مشكله، وفي الاخر يلاقي الدنيا قلبت عليه اكتر. دي اجابه احسن بكتير قوي من اجابه كرك الصراحه. قال لك يعني ايه بالمصري؟ يعني جت حزينه تفرح ما لقيتلهاش مسرح، الواحد اخيرا افتكر ان في حاجه جايه تفرحه لقاها راحت منه، او حصلت مصيبه بوظتها. اجابه شات جي بي تي تكسب هنا الصراحه. طبعا يا جماعه اللي احنا بنعمله ده حاجه مش منطقيه، هو فكره اصلا ان الكرنك بيطلع اجابه كويسه، فيعني انت بتقارنه بشات جي بي تي ماشي، فخلينا بس نكون متصورين احنا بنعمل ايه، احنا بنعمل حاجه مجنونه اصلا. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعديه. قال لك واحد قال لصاحبه ما تبلعش الطعم، هو يقصد ايه؟ اديني 3 معاني حسب السياق. تعال نبعت ونبعت. اوه نايس، ده كارنك طلع لك جدول، ده حلو قوي الكلام ده. اوه والله ده كلام، ده كلام محترم قوي. تعال نبتدي طبعا بالكارنك. قال لك تعبير مصري شائع بيستخدمه الناس عشان يحذروا حد من الوقوع في فخ او خدعه، المعنى بيتغير حسب السياق، ودي 3 امثله شائعه.
طيب تعال نشوف شات جي بي تي. قال لك اكيد ما تبدعش الطعم، معناها الاساسي ما تقعش في خدعه او استدراج، بس المعنى الدقيق بيتغير حسب الموقف. حد بيستفزك عشان تتخانق، ده مثال حلو جدا الصراحه. يعني ما تديهوش اللي هو عايزه، ما تتعصبش. واحد بيشتمك عشان يخليك ترد عليه، صاحبك يقول لك ما تبدعش الطعم، ده عايز يجرك لخناقه، حلوه. حد بيحاول يخدعك او ينصب عليك، حلوه. حد بيرمي كلام مستفز عشان يعرف منك سر او معلومه، حلو. باختصار الطعم هو الحاجه اللي مترميه قدامك عشان تتشد او تقع في حاجه وتبلعه. ماشي. حاسس ان الاجابتين كويسين الصراحه. انا عايز بس اجرب ان انا لو خدت كوبي كده هياخد كوبي لايه يعني اوكي، هو خد كوبي للاجابه كلها. ماشي. طيب حاسس ان مثلا شات جي بي تي ياخد 9 من 10، الكارنك ياخد 8. ده على فكره ده منافسه حلوه جدا يعني، او ممكن الكارنك ياخد 7 ونص. طيب السؤال اللي بعديه، ما الفرق بين مدينه القاهره ومحافظه القاهره والقاهره الكبرى؟ وضح من غير ما تخلط بينهم. تعال نشوف ده هيعمل ايه وتعال نشوف ده هيعمل ايه. حلو قوي. هو هنا قسمها لك، قال لك القاهره كمدينه، قال لك محافظه القاهره، قال لك القاهره الكبرى، قال لك ملخص سريع. ده حلو قوي. هنا قال لك مدينة القاهرة، محافظة القاهرة، مدينة القاهرة مش بتساوي محافظة القاهرة، ماشي، القاهرة الكبرى، واداك الخلاصة كلها. تعالوا نقرا هنا الخلاصة وهنا الخلاصة. قال لك الخلاصة ان مدينة القاهرة ده المركز التاريخي والإداري داخل حدود المدينة. قال لك مدينة القاهرة هو كيان حضري ومدينة. لا، إجابة شات جي بي تي مش عاجباني. قال لك محافظة القاهرة هي المدينة زائد الضواحي والقرى اللي بتبقى تحت إدارة محافظة واحدة. قال لك محافظة القاهرة هي حدود إدارية للمحافظة. إجابة شات جي بي تي مش عاجباني. القاهرة الكبرى قال لك محافظة القاهرة زائد الجيزة زائد القليوبية، أي منطقة الحضرية متصلة التي يعيش فيها أغلبية سكان العاصمة. هنا قال لك القاهرة الكبرى هي نطاق حضري ضخم بيضم القاهرة وأجزاء من محافظات مجاورة. كارنك ياخد 9.5 من 10، شات جي بي تي ياخد 7 من 10 وممكن ياخد 5 كمان. اكتب لي تقييمك تحت في الكومنت. طيب نخش بقى على الاكواد ونشوف هل الكارنك هيقدر ينافس العملاق شات جي بي تي ولا لا. الكود ده فيه اس كيو ال انجكشن، طبعا دي مشكله مشهوره جدا. هنستخدم البرومبت برضو مع الاثنين وهنبدا نشوف مين فيهم اللي هيقدر ان هو يطلع المشكله ويحلها. طيب يلا بينا نبعت هنا ونبعت هنا ونشوف مين هيحلها. تم حظر الطلب. طب قاعد تم محاوله. قال لك تم حظر الطلب برضو. طب تعالى ناخد ده كوبي. و طبعا شات جي بي تي خلص خلاص، كده كده هيخلص يعني، ده الطبيعي. بس هنعمل شات جديد، هنعمل دردشه جديده وتعالى نبعت نفس الكود تاني. اوكي. للاسف ان الكارنك كاكواد، او ممكن عشان شاف الكود ده فيه ثغره امنيه فقال لك ان هو تم حظر الطلب، انا ما اقدرش ان انا ارد عليك يعني. طبعا شات جي بي تي هو حل المشكله وجاب لك كل حاجه، فده متوقع منه يعني، كده كده عارف ان هو كان هيعمل كده. بس للاسف الكارنك لا. فكبرمجه شات جي بي تي طبعا يكسب، الكارنك ياخد 0. طيب اختبار الهلوسه والاختبار الاخير. خلي بالك ان الاعلان بتاع وزاره الاتصالات كان بيقول ان الكارنك شات هو بيعتمد على معلومات موثوقه، لكن برضو النموذج اللغوي ممكن ان هو يبدا يالف معلومات من نفسه. عشان كده هنختبرهم. هنقول له لخص تصريحات الدكتور حازم النبراوي مؤسس مبادره مصر الخضراء للذكاء الاصطناعي في مؤتمر القاهره للروبوتات 2025، واذكر اهم 3 مشروعات اعلن عنها. طيب بسم الله. قال لك بناء على السياق المقدم لا يوجد معلومات عن دكتور حازم النبراوي او مبادرته. حلو جدا. او اي تصريحات له في المؤتمر القاهري للروبوتات. النصوص المتوفره تركز حصريا على كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي وتفاصيل المؤتمر الدولي الاتصالات والتكنولوجيا. حلو قوي. قال لك انا ما عنديش معلومات كفايه، فهو ما عندوش معلومات لحاجه زي دي، وقال لك ان كل المعلومات اللي عندي هي لكلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي وتفاصيل المؤتمر الدولي بس. حلو قوي. تعال نشوف شات جي بي تي قال لك ايه. قال لك دورت على الاسم ومؤتمر لكن مش لاقي مصادر موثوقه تثبت وجود الدكتور حازم النبراوي بهذه الصفه او مؤتمر بالاسم مؤتمر القاهره للروبوتات 2025. والتصريحات والمشروعات الثلاثه المذكوره النتائج المتاحه بتشير لمؤتمر وفعاليات مختلفه في الذكاء الاصطناعي والروبوتات، لكن مش للشخص او الحدث بالشكل اللي في سؤالك. لذلك مش هينفع الخص تصريحات او انسب ل3 مشروعات من غير مصدر، لان ده ممكن يطلع معلومات مختلفه. طيب حلو قوي. ده قال لك ان المؤتمر ده مش موجود، وده قال لك ان المؤتمر ده مش موجود،
وهنا قال لك ان المؤتمر او المعلومات اللي عنده هو جاب لك حاجه شبهها اللي هو الاي اس تي. هنا ما جابلكش حاجه. الاثنين بيرفكت، الاثنين ياخدوا 9 من 10. طيب انا ما اعرفش مين اللي خد المركز الاول، طيب عايز اقول لكم مين اللي خد المركز الاول، بس عايز اقول لكم على حاجه. حتى لو الكرنك ما خدش المركز الاول، فلازم نقول ان يا جماعه ان احنا نبتدي خطوه زي دي في مصر دي حاجه مهمه جدا 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 جدا. حتى لو نتائج وحشه، حتى لو بيجاوب غلط مش مشكله، بس فكره ان انت ابتديت او خدت خطوه زي دي ف حاجه ممتازه، عشان انت لازم كمصر تكون موجود على خريطه الذكاء الاصطناعي. مش بس كده، ده انت كمان عامل الموديل اوبن سورس، فاللي هو انا اقدر انزله واستخدمه في مشاريع عادي خالص. طبعا بغض النظر عن حجمه الكبير، يعني محتاج جهاز يكون قوي شويه، محتاج كارت شاشه يكون كبير عشان يستحمل ال 40 مليار بارامتر دول ان هم ينزلوا جوه الفي رام يعني. بس مش مشكله، لازم تبقى فاهم ان اهميه المشروع ده هو للمطورين وللشركات، مش ليك انت كشخص ان انت تستخدمه بدل ما تستخدم شات جي بي تي. لا، هو ده معمول لتوجه تاني خالص. يعني شركه عندها مستندات حساسه عايزه ان هي تشغل موديل يقرا المستندات دي، فيقدروا ان هم يعتمدوا على الكرنك يكون شغال جوه الشركه من غير ما المستندات والمعلومات اللي فيها تروح لاي سيرفرات خارجيه. دي حاجه مهمه جدا. خلي بالك ان ده المعنى العملي لحاجه اسمها السياده الرقميه، ان انت بياناتك موجوده عندك ما بتروحش لحد تاني. ده مش مجرد شات بوت عليه علم مصر او مرتبط باسم مصر، لكن ده نموذج بيحطنا على بدايه طريق مهم جدا وقوي جدا. اتمنى ان وزاره الاتصالات تسمح لنا احنا كمطورين ان احنا نقدر نشارك في مشاريع زي دي، بجد تبقى حاجه يعني انا عن نفسي انا نفسي ان انا اشارك في حاجه زي كده. دلوقتي دورك، اكتب لي رايك في نموذج الكرنك، وشايف ان النموذج ده ممكن ان هو فعلا يحطنا على بدايه الطريق لنماذج الذكاء الاصطناعي ولا لا. ولو لقيت على الفيديو ده عدد لايكات محترم، هنبدا ان احنا ننزل نموذج الكرنك عندنا، وهبدا ان انا استخدمه لوكال واشوف ايه المشاريع اللي احنا ممكن نبنيها بيه. ما تنساش ان انت تشترك في القناه وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو ده، واشوفك الفيديو الجاي. سلام يا هندسه.